بادئ بدء أتقدم بالشكر الجزيل لموقع النظرة المغربي على تحمله أعباء السفر والقدوم إلى باريس إلى فرنسا، ونحن الآن أمام محطة لاغار دو نور دو باري، وكنشكرهم بزاف على هذه الالتفاتة الفكرية، الالتفاتة الثقافية الاجتماعية اللي جاو هنا لفرنسا وجاو يشوفوا يعني الجالية المغربية كيفاش كتعيش في ظروف هذه الحكومة ديال ماكرون والمعاناة ديالهم والمتطلبات ديالهم. ويعني كنشكرهم بزاف ويوصلوا الكلمه ديال الجاليه، يوصلوها الى المغاربه، يوصلوها الى المغرب. الجاليه راه يعني متشبته بالمبادئ ديالها ومتشبته بالتمغربيات ديالها ومثبتين بالعرش العلوي وديما مساندين العرش العلوي الحمد لله. وكنطلبوا ان شاء الله باش تزيد هذه الالتفاتات هذه مره يبقاو يجي، ما تكونش هذه الجاليه منسيه، رغم ان عندنا ممثلين ديال الجاليه، الا ان مسائل رسميه دائما لا تفي بالغرض. هناك ناس مهمشون، هناك ناس مثقفون، هناك ناس يعني ناس اصحاب المشاريع الكبرى يعني لا يلتفت اليهم ولا يؤبه لهم. يعني مثل هذه الالتفاتات هذه يعني رغم انها محدوده لكنها تفي بالغرض وتوصل ان شاء الله الكلمه وتوصل ان شاء الله يعني المغرب ماذا يفضل ان يقوله ان تقوله الجاليه الى المغرب وما تتمناه من الحكومه المغربيه. ونتمنى من الله تعالى وتبارك هذا الشيء يوصل. وكنشكر بزاف مرة ثانية القائمين على موقع نظرة اللي تحملوا هذا الأعباء هذا وجاوا عندنا هنايا، وشكرا لهم كثيرا وكنشكرهم بزاف من الأعماق والله يجزيهم بخير. الروابط الوشيجة التي تشدني إلى المغرب فهي روابط متينة ووشيجة، والحمد لله ما فرطنا في التمرابز ديالنا، ما فرطنا في عروبتنا وفي ديننا وفي علاقتنا بالوطن، والوطن هو الوطن. وكما يأتي وكما أتى في قول مأثور، واحد القول مأثور: حب الأوطان من الإيمان. هو قول مأثور ليس بحث ولكن معناه صحيح، معناه صحيح. يعني المغرب كيبقى لي بالنسبه لي انا بعد هذه المده ديال الهجره اللي هنا في اوروبا، كيبقى لي هو المحضن الام، هو المحضن الام، هو الحنان، هو يعني التعلق به، يعني متعلق ببلدي اكثر من اي شيء الصراحه. هي الصراحه رغم انني هنا كنعيش في فرنسا ومتأقلم مع المجتمع الفرنسي واحترم القوانين، الا ان المغرب يعني لا شيء يعوضه ولا شيء يحل محله بالنسبه لي انا شخصيا. والمغرب خاصه في الاونه الاخيره الحمد لله سلك مسلك اقتصادي جد ملفت للنظر وجد مهم بفضل السياسه الرشيده ديال سيدنا الله ينصرو. والصراحه نحن فخورين بهذه المبادرات وفخورين بهذا الاهتمام بالمغاربه ومهتم بالجانب الاقتصادي. يعني دخلت للمغرب انا في شهر 9 مؤخرا وشد ديك الشيء يعني خارق للعاده، يعني تغيير وقع، تغيير ملموس، الا بغيت تقول تغيير ملموس اللي وقع، وهذا يثلج الصدر ويفرحونا وكيدفعنا حتى حنا نشجعوا ان شاء الله السياحه الوطنيه، وكيدفعنا باش نعطيو واحد النظره كاننا سفراء المغرب في البلاد الاوروبي، وفي الاعتدال وفي التوسط وفي على جميع المستويات. الوضعيه الحاليه ديال الجاليه المسلمه في فرنسا بعد الجاليه المغربيه يعني تحديدا، وانا ساتكلم على الجاليه الاسلاميه بصفه عامه، لا قبل توتر العلاقات ولا بعد توتر العلاقات، وحتى قبل توتر العلاقات الجاليه المسلمه تعيش وضعيه لا تحسد عليها، وضعيه يعني تعيش التهميش وتعيش يعني العنصريه وتعيش الاعتداءات على المساجد وتعيش والاعتداءات في تصاعد مستمر، هذا فونكسيون اكسبونونسيال، يعني هذا تزاد بزاف، وتعيش يعني والاعتداءات
على الجاليه بصفه عامه بحزمه من القرارات السياسيه الفرنسيه. يعني اذا لم نقول بان الراي الشعبوي الفرنسي كان هو المصعد لهذه الازمه، فإنها استمرت حتى وصلت إلى هرم الدولة، إلى ماكرون بنفسه. راه في الربع سنوات الأخيرة التصريح اللي كان صرح به بأن الإسلام يعيش واحد الأزمة ويغازل اليمين المتطرف فقط لتسويغ فشله في إدارة الملفات الاقتصادية والقانون الذي مرره، يعني رغم المعارضة الشديدة له، وحتى أنها بدأت تحاط حوله بعض الشكوك يعني الانفصالية الإسلامية، لو سيباراتيزم ما بين في الأحياء الشعبية، يعني يريدون من المسلم أن يكون ذائبا ذوبانا يعني مطلقا في الحياة الأوروبية، في حياة الغرب. وهذا يتنافى حتى مع الدستور الفرنسي، لأن حتى الجالية الإسلامية يعني تحترم القوانين يعني وسلمية، ولا تطلب أكثر من احترام الوجود، تطلب من السلطات أن تحترم وجودها، وأن الدستور الفرنسي يعني ديال 1958 وتم تعديله في 2008 بأنه يعني يحرم ويمنع من تصنيف الناس على حسب دينهم ومبدأ على دينهم وأصلهم وعرقهم. فإننا نجد أن الآن الأصوات متصاعدة جدا 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 ضد المسلمين في فرنسا. يعني حتى قبل الأزمة هذا الشيء راه مستمر، وحتى بعد الأزمة حتى الآن هذا الشيء راه مستمر. يعني المشكل أن المسلمين الآن هنا يعني في أوروبا ككل، أو في فرنسا خاصة، فرنسا هي البلد المعروف بالعنصرية حسب الإحصاءات الأخيرة، أن المسلمين الآن يعني انتقلوا إلى مرحلة الفكر الدفاعي فقط. كلما انتهى المسلم هنا في أوروبا كلما انتهى من مشكل إلا ورموا لهم في ساحتهم بمشكل آخر ليعالجوه، وهكذا ذلك. يعني المسلمون هنا في أوروبا يملكون رد الفعل ولا يملكون الفعل، وذلك بسبب الضغوطات التي على الجالية المسلمة، الضغوطات النفسية والضغوطات يعني الاقتصادية، والقانون الأخير الذي الآن في طور التطبيق وطبقوه على العباية. ما لقاو ما يديرون كيهضروا على اللبس، كيتلبسوا العباية، نحرموا العباية، ما يلبسوش العباية كيقولوا الفرنساوي العباية. واش الاسلام بقات في العبايه ولا بقات السميت ديال الكتان على الراس؟ هذا فكر دخيل. حتى ويتكلمون عن الديمقراطيه ويتكلمون عن حقوق الانسان، وعندما تاتي الديمقراطيه للمسلمين وعندما تاتي حقوق الانسان للمسلمين فيكون الغرب او فرنسا هي اول المضحين بها. أسوأ حكومة مرت في تاريخ فرنسا هي هذه الحكومة ديال ماكرون اللي راه الآن مشرفة الآن. جميع المواقف ديالها وجميع القرارات ديالها تجاه المسلمين كلها متطرفة، وكلها تصب في العنصرية، وكلها تصب في غير صالح المسلمين، رغم أن المسلمين يعيشون في سلام ويعيشون خاضعين للقوانين ولا يمثلون أي خطر أو أي تهديد للحكومة أو لفرنسا ككل. أسوأ حكومة هي هذه. والتغلب يعني التغلب لا نتغلب عليه إلا ببعض الندوات، بعض المحاضرات، بعض التقارب، القرب من الناس لتحسيسهم تحسيسهم بالواقع الإسلامي، بالإسلام المعتدل، بالإسلام بأنه جاء للرحمة للناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرسالة الحضارية للدين هي إلحاق الرحمة بالناس. نريد أن نقرب هذا الخطاب للفرنسيين ونقربه للناس لكي يفهموا رسالتنا ويفهموا حضورنا ويفهموا وجودنا ويفهموا تقاربنا معهم. أما بالنسبة للقرارات السياسية أو حزمة القوانين التي
اصدرها ماكرون، فهي كلها تصب في غير صالح المسلمين. والحكومه هي التي تسعى الى تصنيف الناس، وتسعى الى والفرنسيين المعتدلين يخافون جدا 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 من تقسيم المجتمع الى وتصنيفه، وهذا ضد الدستور الفرنسي الذي تكلمنا عنه، الذي الصادر في 1958 وتم تعديله في 2008. يعني المسلمين يعني لولا يعني الصبر ديالهم، حتى ان بعض الشباب من المسلمين، بعض الشباب انهم رحلوا، مشاو لبريطانيا، الرحلات الخفيه، خوفا من هذا التيار اليمين المتطرف المتصاعد والذي يباركه ويغازله ماكرون. وطلبوا الله تعالى تبارك في 2024 خص المسلمين الذين لهم الجنسيه الفرنسيه خصهم يشاركوا في الانتخابات، وخصهم يدخلوا للانتخابات باش يحاصروا هذا الفكر هذا، ويحاصروا هذا العنصريه هذه المتطرفه اللا انسانيه. الناس عندهم لا كارت ناسيونال وعندهم الجنسيه وقاعدين في الجويه ما كيصليو، ما راهمش كاع على الانتخابات. قلت يا اخي انتخب تصوتك، راه واخا تحاصر به غير صوت واحد. المهم نطلبوا الله تعالى باش في هذا ديال 2024 ان شاء الله تكون واحد النقله نوعيه، والناس توعى، والمسلمين ديالنا يوعوا حتى هما ويقربوا وينتخبوا، ويحاولوا ما امكن انقاذوه من هذا التيار هذا الجارف هذا اللي راه خارج، راه غادي في اوروبا، جاي من هولندا وبلجيكا راها شويه مزيانه، وفي المانيا وفرنسا اكثر. فرنسا اكثر هي التي نعيشوا اسوء الظروف، هي اللي كنعيشوا في هذا الوقت ديال دابا هذه. ولكن ان شاء الله عندنا الامل ان شاء الله في الجاليه ديالنا المثقفه، راها كتقوم بواحد الدور ديال التوعيه، وما غادي يكون غير ان شاء الله. وكنطلبوا الله ان شاء الله ما يكون غير خير ان شاء الله الرحمن الرحيم.